في لحظات بتحس إنك اتأخرت، ناس سبقوك، فرص راحت، وإنت واقف مكانك بتتفرج وبتسأل نفسك ليه كل حاجة بتتأخر معايا؟ كان نفسي أبدأ بدري، كان نفسي أحقق حاجات كتير، بس الوقت بيعدي وأنا لسه ما وصلتش. واللي بيكسرك أكتر إنك شايف اللي حواليك سبقوك، نجحوا، اتجوزوا، سافروا، عملوا اللي انت بتحلم بيه، وانت واقف منتظر حاجة مش عارف امتى هتحصل او هتحصل اصلا ولا لا. لكن تعالى نرجع خطوة ورا. بص على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بدأ الدعوة وهو عنده 40 سنة، يعني 40 سنة من الصمت، من الانتظار، من التحضير. ناس بدأت وهي عندها 20 و30، وهو ربنا أخر البداية. بس لما بدأت الدنيا كلها اتغيرت في ظرف 23 سنة بس، من غار مظلم في مكة لحضارة غيرت التاريخ كله. ليه؟ لأن ربك لما يأخرك بيبني جواك حاجة أعظم، بيقويك، بيطهرك، بيفهمك، وبيحضرك لحاجة ما ينفعش تبدأها إلا في الوقت ده. يعني لو تأخرت وظيفتك، أو تأخر الجواز، أو تأخر النجاح، مش معناه إنك فاشل ولا ربك نسيك. ده معناه في حاجة لسه بتتبني جواك، في حكمة انت مش شايفها، في لحظة جاية هتفتكر فيها كل تأخير وتقول الحمد لله إن الحاجة دي ما حصلتش غير دلوقتي. النبي نفسه كان بيتمنى الهداية لأقرب الناس ليه، واتأخرت، لكن لما حصلت كانت أعظم. اللي اتأخر مش ضايع، اللي راح مكانه حاجة أحسن جاية، واللي ما حصلش ربنا شايلهولك بأجمل شكل في أجمل وقت. افتكر الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وخير ربنا مش بيتأخر، هو بس بيجي في الوقت الصح. لو كل حاجة بتتأخر، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في 40 واسمه لسه بيهز الدنيا لحد النهاردة. متأخر؟ لا، ده ربك بيخطط لك بداية أعظم.